في نهايات شهر كانون التاني، اللي هو يعني بلفظ تاني تقدر تقول نهايات شهر يناير سنة 2022. وقتها بدأ يا طالب الثانوية العسل الحمد لله ربنا يكرمني، وبدأت الحمد لله أشوف الثمرة بتاعة المجهود التراكمي اللي أنا كنت ببذله من أول السنة. يعني كنت في أول السنة أخش الامتحانات أحس إن أنا ضايع جدا فيها، بس الحمد لله لما جه شهر واحد بدأت أحس إن أنا الحمد لله في امتحانات بقفلها، في امتحانات بنقص فيها شوية في السكة دي وأنت ماشي كده. ولم أكن أعلم إن تالتة ثانوي كانت بتمهدني تقريبا لواحدة من أصعب المعتركات اللي كانت في طريقي لتحقيق هدفي. تخيل معايا إني في ليلة من ليالي صقيع شهر يناير كنت بذاكر وقاعد في أمان الله والله بجد. المهم في وسط ما أنا منغمس في المذاكرة فاجئ ساعتها إني فجأة صحيت من النوم. أيوان يا طالب الثانوية العسل، أنا نمت على المكتب وبعد ما نمت اتشقلبت على السرير وبعدين ما حسيتش بنفسي إلا تاني يوم الصبح. طب ما عادي يعني يا عم زياد، يعني انا برضو كنت في يوم من الايام دخلت المطبخ انقنق في حله المحشي عقبال ما يحطوا الاكل، فجاه اتفاجئت اني وصلت بقعرها، يعني عادي بتحصل مع كل الناس. صديقي طالب الثانويه، ما هي دي مش المشكله، انا زيك قلت كده برضو نفس الكلام ده. المشكله بقى ان انا كنت قاعد برضو تاني يوم في امان الله بذاكر بنفس الطريقه بنفس المكان، وفجاه لقيت اخويا جاي صحيني. ويا ريت الحال ده فضل يوم ولا اتنين ولا حتى اسبوع يا عم، ده فضل لغايه شهر 5. لو انت بتقابلك مشكلة في النوم واللي هي بالتأكيد أقل بكتير من المشكلة اللي قابلتني، فتابع الفيديو ده للآخر عشان تعرف الحل النهائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الأخبار عاملين ايه؟ معاك زي السيد، أهلا وسهلا. تنوي في البداية يا عسل، اوعى تكون بس فوتت المعسكر بتاع لم التراكمات اللي احنا معظمنا بنلم فيه تراكمات. وليه فاتك؟ ما انت مش مفعل زر الجرس، ما انت لو مفعل زر الجرس ما كانش فاتك كل الكلام ده. عشان انا قلبي طيب يا عم ممكن ابقى اظبطها معاك في آخر الفيديو. في دراسة من دراسات جامعة هارفارد اللي اتعملت على طلاب الجامعة ذات نفسهم علشان يشوفوا العلاقة ما بين النوم وما بين تقديرات الطلبة، والحقيقة إن هم اكتشفوا شيء رهيب جدا، وهي إن النوم طبعا ليه علاقة وطيدة بالدرجات العالية. ولكن المفاجأة ما كانتش في كده، المفاجأة فعلا إن الموضوع طلع ليه علاقة بانتظام النوم وليس بعدد ساعات النوم. ده معناه ان كان في طلبه كتير بتنام عدد ساعات قليله ولكن ملتزمه، ان هي لما بتيجي الساعه الفلانيه خلاص انا دماغي فصلت وبتصحى على ميعاد فلاني ثابت كل يوم. والحقيقه ان دي تقريبا كانت اول النتيجه لعدد الشهور وكميه المجهود البدني اللي أنا كنت ببذله من اول السنه. جه والوقت ان الجسم ابتدى فعلا عايز يرتاح فيه وابتدى يحس فعلا بالضغط لدرجه ان هو كان بيجي كل يوم على بالليل ويفصل تماما. فكان لازم ساعتها بدل ما انا اقعد اقاوم مقاومات ملهاش يعني تقدر تقول اي 30 لازمه، وبدل ما احاول اسهر عمال على بطال واسهر على الفاضي، كان ساعتها المفروض لما احس فعلا ان انا عايز انام ابدا ساعتها انام فعلا، وبعد كده ازود من ميعاد صحياني، بحيث ان انا مثلا لو بصحى 4 الفجر 5 الفجر لا كنت مثلا اصحى الساعه 2 الفجر، لان انا كنت نايم مثلا الساعه 8 او الساعه 9. بس يلا يا عم تيجي فيا احسن ما تيجي فيك. اما بقى بالنسبه للمشكله التانيه اللي دايما بتقابل طلبه الثانويه خصوصا واي طلبه تانية عموما، هي انه بيبقى جاي في يوم من الايام مثلا من الدرس ومروح البيت ويقابل الدكتور الفلان او باشمهندسه فلانه، وتروح قايله له او يروح قايل له خد بالك مذاكره الليل دي فيها السحر. وبعد كده يروح فاتح فيديو تاني على اليوتيوب يلاقيه الدكتور بتاعه بيقول لا ده يا عم احسن مذاكره مذاكره الصبح، وتلاقيه بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال بورك لامتي في بكورها، فيحسسه بالذنب اكتر لانه بيعرف فعلا يذاكر بالليل. فساعتها يبدا يقول له هو انا فيها حاجه غلط طيب ولا اعمل ايه يعني؟ والحقيقه ان بكل بساطه عايز اقول لك ان كل واحد بينصحك بفتره المذاكره اللي كانت مناسبه معاه هو. يعني عادي جدا ممكن ما تكونش فتره المذاكره دي مناسبه معاك انت. انا هضرب لك مثال واقعي وحقيقي. عندك حد مثلا زي محمد علي كلاي، ده اسطوره الملاكمه في التاريخ. طيب محمد علي كلاي ده كان واحد ما بيعرفش ينام الا بالليل وما بيعرفش يصحى الا بالنهار. عندك مثلا على الصعيد الاخر هتلاقي مثلا اتنين، واحد مثلا زي ايلون ماسك تاني اغنى رجل في العالم، او عندك مثلا حد زي مارك زوكربيرج ده برضو رابع اغنى شخص في العالم. الاتنين دول مثلا ما بيعرفوش يناموا الا بالنهار وعندهم فترة التركيز والفوكس الشديد جدا بتبقى بالليل. بس كده بقى ده انا هذاكر بالله، ده دول اغنى اغنياء العالم، دي ما فيش هزار. وعشان اكيد لك اكتر عندك انا مثلا يعني اللهم لا غرور طبعا، انا بحب اذاكر جدا بالنهار وبالنسبه لي مذاكره الليل دي تحصيل حاصل. أنا بصراحه ضرني بيني وبينك كده في رمضان اللي فات ده، لان انا كان من رمضانات القليله اللي قررت اسهر فيها يعني. وعندي برضه في نفس الكليه واحد صاحبي اسمه ربيع. الحقيقه انا وصاحبي ربيع الحمد لله احنا الاثنين جايبين تقريبا نفس المجموع في سنه اولى طب، ولكن بعد كده لما تيجي تشوف النظام والفرق ما بيني وبينه في المذاكره هتلاقي مثلا انا واحد زي ما قلت لك انا بحب اصحى بالنهار جدا وبالنسبه لي مذاكره الليل تحصيل حاصل. هتلاقي ربيع بقى بعد كده بالنسبه له مذاكره الليل دي هي فتره الفوكس الشديد، هي الفتره اللي فعلا بيقدر يجمع فيها ويحصل على قد ما يقدر.
تلاقي مثلا ايام الامتحانات هتلاقيني انا جاي نايم الحمد لله 5 6 ساعات بتوعي انا فايق كده وعايز امتحن. انما هتلاقي صاحبي ربيع ده جاي مسيستم دماغه ان هو مثلا ممكن يكون نايم ساعه ساعتين قبل الامتحان، ومسيستم اصلا دماغه ان النوم بعد الامتحان مش قبل الامتحان. فده عشان بس اثبت لك ان فعلا الفروقات بيننا كبشر طبيعيه جدا. الناس اللي بتحب تذاكر بالنهار تذاكر بالنهار، اما الناس اللي بتحب تذاكر بالليل فتذاكر بالليل. في الآية 30 من سورة الأنبياء بيقول ربنا سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. طبعا هنا لما بتكلم عن كل شيء فبتكلم عن خلق ربنا سبحانه وتعالى. وما ينفعش طبعا لما نيجي نتكلم عن خلق ربنا سبحانه وتعالى ما يتكلمش على حاجه مثلا بعظمه المخ الانساني اللي هو فعلا يعتبر معجزه من معجزات ربنا في الارض. والحقيقه انا هتكلم معاك بس عن المخ الانساني، ولو اتكلمت في باقي الاعضاء فاحنا محتاجين مليون حلقه تانيه. لما العلماء قرروا يبداوا يحللوا كيفيه وعمل وفسيولوجيه عمل المخ، اكتشفوا تقريبا ان نسبه الميه في المخ بتتكون من 90%. طبعا مش محتاج اقول لك ان عمليه زي المذاكره دي عمليه ستاتيك ساكنه ثابته في مكانك بتعتمد بس على شغل المخ. فانت دلوقتي عشان تقدر تزود من كفاءه المخ ده ويبدا يستوعب اكبر عدد من المعلومات ويستوعب يخلص كميه التراكمات اللي عندك يا عسل، ده يعمل بكفاءه عمليات زي انه يدخل المعلومات انبوت او يخرج منه المعلومات اوتبوت، وحتى استدعاء المعلومات ودي اسمها ريكول انفورميشن. طبعا انت اكيد خمنت انا محتاج منك تعمل ايه، وهي بكل بساطه انك تبدا تشرب ميه. الحقيقة هنا أنا مش بقول لك بس إنك تبدأ تشرب مية بحيث إنك تبقى تشرب كوباية كوبايتين في اليوم، لا أنا عايزك يبقى مثلا عندك إزازة كده، الإزازة دي بتبقى لتر مثلا أو نص لتر. الإزازة دي طبعا أوعى تشرب إزازة بلاستيك، مش ناقصين قرف يعني، إحنا مش ناقصين قرف تقعد تشرب نفس الإزازة كده، لا أرجوك بلاش الحركة اللي بتخنقني دي بجد يعني. مثلا عندك الإزازة اللي هي الإزاز دي أو الزمزمية بتاعتك، ولازم تشرب في اليوم مقدار يتراوح ما بين 3 ل 4 لتر، فأنت تشرب الزمزمية بتاعتك دي أو المية دي 3 أو 4 مرات في يومك. متخيل في تطبيقات اصلا معموله مخصوص عشان تفكرك تشرب ميه؟ ليه؟ ما اصل والله الميه دي فعلا ربنا سبحانه وتعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، كل حاجه في جسمك شغاله بميه، كل عمليات جسمك. وانا دلوقتي بنركز على المخ هي فعلا محتاجه ميه. فارجوك خلي جنبك ازازه ميه طول ما انت قاعد بتشرب وتذاكر، وشوف النقطه دي بس هتفرق معاك ازاي. بس ثواني جميل، بس الحقيقه انا عجبني مخك جدا وعايز اكمل باقي الحلقه كلام عن مخك الجميل ده، فممكن لو انت عندك سؤال تقوله لي كده يعني. حاجه يا دكتور زياد، يعني هل مثلا المخ ده ما بيحتاجش غير ميه بس؟ يعني خلاص اشرب ميه طول اليوم وخلاص؟ هي سؤال جميل جدا بجد. انا عايز اقول لك حاجه، القعده اللي اكتشف فيها العلماء ان نسبه الميه في المخ بتتكون تقريبا من 90%، ان اكتشفوا ان المخ يا عيني يا حبه عيني ملوش غير الجلوكوز. الله اكبر، ده انا كده انزل بقى اشتري ب 100 جنيه شوكولاته. انا بس يا عم انت رايح فين؟ ما هقول لك معلومه فعلا تعتبر صادمه بالنسبه لاي حد ما قراش في التغذيه. حضرتك دلوقتي اي حاجه انت بتاكلها دلوقتي بتتقسم لبروتينات ودهون وكربوهيدرات. الكربوهيدرات دي بتتقسم لحاجات كتير جدا بقى، انت عندك رز، مكرونه، عندك في خضروات، فواكه، الحلويات اللي انت كنت نازل تشتريها دلوقتي. الكربوهيدرات دي لما بتخش جوه جسمنا دلوقتي بتتكسر ويحصل لها ميتابوليزم. الميتابوليزم ده يعني ايه؟ يعني بتتكسر للوحده الاوليه منها. الوحده الاوليه منها دي اللي هي ايه؟ اقول لك اللي هي الجلوكوز بكل بساطه. بصراحة هنا أنا مش لاقي جملة أجمل ولا أكمل من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا إفراط ولا تفريط. هو ده فعلا اللي أنا عايزك تعمله. حضرتك لو ترجع معايا بالزمن كده يومين ثلاثة أربعة لورا، أيام ما كنا في رمضان اللي هو اللي فات ده، حضرتك كنت بعد الفطار بتقدر تقرا كلمة واحدة على كتاب، أو حتى تيجي من السفرة تيجي تقعد على المكتب؟ إيه، لا لا لا، بصراحة أنا كنت ببقى يعني شبه البطريق المقلوب أصلا، كانوا بيدحرجوني بصراحة لحد المكتب. اللي حصل بكل بساطة ايه؟ انك بكل بساطة كنت ما شاء الله يعني واكل كمية حاجات رهيبة جدا كلها مالهاش أي علاقة ببعض، محشي على عصير على تمر على مية على مش عارف ايه، ما علينا، حلي بطاجن بسبوسة ولا حاجة. فانت يعني كمية الاكل ده يعني راح للمعدة، فتلاقي معدتك ساعتها كانت بتقول: هات لي طن دم هنا، ده جايب لي جيش كامل وعايزني احارب لوحدي. فتفتكر انت كده لما كمية الدم دي تروح للمعدة، فساعتها ايه اللي يحصل؟ ايوه بالظبط، الدم هيبدأ ينقص في الاعضاء التانية منهم حضرتك المخ، فحضرتك تبدأ تنام يعني، فاهم؟ بص الحقيقة يا طالب الثانوية العسل، بصراحة كده القعدة معاك ما يتشبعش منها. حبيبك مين يا عم وانا اعرفك؟ الفكرة ان انا لسه عندي كلام كتير جدا 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 عايز اقوله. فالحقيقة انا عندي اقتراح حلو جدا، وهو انك تبدأ تطبق الكلام اللي انا قلت لك عليه ده، اللي هو بكل بساطة انك لما تيجي تذاكر ما تكونش متقل في الاكل، ويكون جنبك ازازة مية وشوية نص مكسرات عشان تدي جلوكوز لجسمك طول ما هو شغال، ويكون زي خفيف زي ما قلت لك. وانك تلتزم بعدد ساعات نوم محددة، وهنا بقول لك اقل عدد ساعات نوم يخليك فايق التزم بيها. يعني مثلا اقل حاجة كان 5 ساعات، خلاص يبقى 5 ساعات او 4 ساعات. انما عندك في غيري ممكن يبقى 3، ممكن يبقى 2، ممكن غيرنا يبقى 6، عادي جدا الموضوع فاريبل. بس ما تنامش اكتر من 6 ساعات ارجوك في الوقت ده، 5 6 بكتير قوي. وعشان نشعل الاجواء اكتر كده هنزل لك باذن الله الجزء الثاني من الفيديو ده لما الفيديو ده يوصل 30,000 مشاهده او يعديها يعني ان شاء الله.
عايز اشوف همتك معايا كده بقى، اللي هو تشيره بقى، توديه لجروبات الفيسبوك التليجرام، زي ما انت حابب زي ما انت حابب، المهم تكون شايف ان في نفع فعلا في الفيديو ده. بقى بالنسبه للمعسكر، فانا هسيب لك جروب التليجرام تنزل تدخل فيه في القناه تحت، ان المعسكر لسه ما خلصش، يعني هو يخلص يوم 30 4، ما اعرفش هتتفرج على الفيديو ده امتى. وهسيب لك برده نظام المعسكر باذن الله يفرق معاك جدا، طبقه معاك طول شهر 5 يا عم لو عايز. تساعد صاحبك اللي انت كل ما تتصل عليه تلاقيه نايم او مش قادر يرد عليك او نايم طول الوقت، اللي هو كائن الكوالا الساكن في اوضته ده. عايزك تبعته الفيديو ده عشان يبدا يصحى كده ويركز ويستنى معاك الجزء الثاني. اشوفك ان شاء الله في الجزء الثاني من فيديو النوم. مع السلامه.